ليه تنبههم يا غداوي؟ لانهم حاسين وعارفين ان انا شاكك ومش مدي الامان. اللي انا عملته ده هيخلي الخاين يتصرف بطبيعته، يتصرف عادي لحد ما يغلط. انا عملتها فرصه اضغط بيها. عمرك شكيت فيها يا غداوي؟ 2 أأمنهم على حياتي، انت وملك اخويا. ومخه مش فيه، بس يفديني بروحه، عمره ما يغدر بيا لانه عارف ان انا بحبه زيك كده بالظبط يا امينه. يعلم ربنا يا غداوي، انا لو ليا اخ زيك من نفس البطن عمره ما هيبقى اغلى عندي منك، صدقني. عارف يا صاحبي. عارف يا غداوي، علاقتنا ببعض كده بتشبهنا ايه؟ وحسام حسن وابراهيم حسن. بس احنا مش شبه بعض يا امينه. والشنبات دي ليه؟ انا اصلا ما بحبش الشنبات، انا مربي شنب عشانك. خلاص يا امينه بقى، ما تخلينيش اشك فيك يا جدع. حبيبي يا غداوي والله. استنى ما اشوف الواد مالك عاوز عمال يتصل بيا، ده عمل مصيبه. ايه يا حبيبي؟ ايه؟ ايوه، عايز ايه يعني؟ خير يعني ولا في مصيبه؟ ماشي، هكلمك اقول لك تقابلني فين. يلا حبيبي، السلام. يا ابراهيم. يا ام حسام. انا طبعا قلت لها اني مش هقول لك حاجه، وخليتها بعتت له تقول له ما يتصلش بيها تاني ابدا. طبعا زعلت وقعدت تعيط تتفلق، بس اللوم مش عليها، اللوم عليك انت، لان انا نبهتك وقلت لك خلي بالك من اختك، حسسها انك مهتم بيها وموجود. لكن طبعا انت مش فاضي ومش فارق لك غير شغلك، وادي النتيجه. والله انا شايف النتيجه زي الفل، وثقتي في نوى طلعت في محلها، والدليل اهو، جت وحكيت لك على كل حاجه من نفسها، ما استنتش لحد ما تعرفي من بره. بعدين طبيعي، بنت في سنها طبيعي جدا انها تتعرض لكل ده، ما تقلقيش. دي بتقول حبيته. كلام فارغ، انا هوقف كل الكلام ده، ما تقلقيش، بس بالعقل. انا هقعد واتكلم معاها وهقنعها انها تنسى الولد ده خالص، لا تشوفه ولا تكلمه. هي قالت لك اسمه ايه الولد ده؟ اسمه ثانيه واحده يا ماما عشان مأمور بس معايا. يا باشا. تمام يا باشا. طيب حالا اكون عندك. لا حالا، بس ثانيه واحده يا باشا. معلش يا ماما، لازم امشي عشان عندي شغل مهم. هكلمك وانا هناك وما تقلقيش، انا لما ارجع هتكلم معاه. ايه يا باشا؟ لا انا جاي في طريق اهو. صبرني يا رب. بقى يا سيدي، كنت عاوزني في ايه؟ ثانية جاية لك. بص بقى، أولاً أنا بقالي فترة بذاكر وناوي أكمل علام. اللهم صل على النبي. اخيرا بقيت راجل محترم، ما ده اللي كنت بقوله لك. طب ما كمل الاول. لا بس أنا الأول ما كانش في حاجة تشجعني، دلوقتي تقدر تقول الدنيا اختلفت شوية. الدنيا اختلفت ازاي بقى؟ بص، أنا في واحدة بحبها وعايز أروح أتقدم لها. طب والله فرحت لك. ده كام شهر دول غيروك، خلوك واحد تاني. بس انت قاعد مش صغير على اللقطه دي. صغير بس عارف أنا عايز أعمل إيه، وبعدين يعني أنا أفضل صغير طول عمري؟ أكيد هكبر. ماشي، اهم حاجه ان انت تكون حاطط عينك على حد يكون فرحان ان هو يناسبنا، ما يستقلش بينا. ما هي دي بقى المشكلة. مشكله ازاي بقى؟ عشان البنت دي بالذات أهلها عمرهم ما هيوافقوا عليا، عشان أنا أخوك. خلاص، اللي ما يشرفش بينا ما يلزمناش، ولا انت شايف ايه؟ لا مش هعرف، أنا عمري ما أحب بنت غير البنت دي، مستحيل. لا لا لا. طب انت ايش عرفك ان اهلها مش هيوافقوا بيك عشان انت اخويا؟ هم عرفوني منين؟ ما البنت دي تبقى مالها البت دي؟ أخت محمود الرحاوي. انت قلت ايه؟ اخت محمود الرحاوي؟ ورا! ايه؟ ايه؟ ده مخك خف ولا ايه انا؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ ازاي ده حصل؟ رد! شفتها لما كنت براقب محمود الرحاوي. ورا! انسى البت دي، انساها، شيلها من دماغك.
ما تشوفش وشها تاني. شيلها من دماغك وتمسح رقم تليفونها، تغير رقم تليفونك، وما تعديش من الشارع اللي هي ساكنه فيه، وما تعديش من الشارع جنب الشارع اللي هي ساكنه فيه. فاهم يلا؟ مش عارف، انا بحبها. عارف انا بضربك ايه؟ عشان تفوق، عشان ما ينفعش مش هتطول ضفرها. بص على يلا، سبت بنات مصر كلها بقت تحب اخت محمود الرحاوي. مش هينفع، مش هينفع. اسمع كلام اخوك وابوك، انساها، مش هينفع. مش عارف، هتنساها، مش عارف. بص لي هنا، هتنساها. انسى، انسى، هتنساها يا مالك، هتنساها، هتنساها.